السلام عليكم. بعد هي الاولى. بحكم انني شفت بزاف ديال الانميات بجميع التصنيفات ديالها، وهذا الشيء ماشي انجاز ولا تفاخر، كثرت ما هو مساليه وقلت ما يدار. المهم هذا الفيديو غيكون مغاير على الفيديوهات اللي كنت كنلوح. في هذا الفيديو غنحاول انني نعطي توب 10 انميات عندي كي جاتكم هاتين بالونجلي، تسكن حنا واللي ما يكونش ساهل وماشي ضروري نكونوا انا وياك بحال بحال. ممكن الانمي اللي غنديرو رقم 10 ممكن عندك انت يكون 3، وواحد اخر ممكن ما يكونش كاع من توب 10 ديال الانميات اللي عزاز عليه، وواحد اخر ممكن يكون الاول ديالو. يعني كل واحد والراي ديالو. قبل ما نبدا ما تنساوش تدعمونا بلايك وكومونتير زوين، وإلا عجبك الفيديو بارطاجيه مع صحابك. يلا نبداو على بركه الله. في المرتبة 10 انمي بلاك كلوفر. في البداية غنعطيكم شوية ديال المعلومات عليه، ما يكونش حرق بالنسبة للناس اللي ما تفرجوش. القصة كدوي على أسطى اللي تزاد بدون قوة سحرية، وهذا الشيء كان غريب في العالم فين كان كيعيش، وعلى العكس ديالو كان الدري اللي كبر معاه اللي هو يونو قادر يستعمل السحر، ومن ثم بدات الرحلة ديالهم على شكون فيهم اللي غيكون امبراطور السحر. وهذه القصة من تأليف ورسم يوكي تاباتا، ومن إخراج استوديو بيرو. واخا الرسم ديال الانمي في الاول كان خايب، ولكن كنصح انك تفرج فيه حيت من بعد مده غيولي الرسم زوين، وتا القصه ديالو والاحداث والشخصيات فيها زوينين. في المرتبة 9 عندنا الانمي اللي غيصدم بزاف واللي هو انمي ديت نوت. قبل ما نعطيكم معلومة عليه غنقول لكم علاش حطيته هنا، والسبب هو النهاية ديال الانمي والتحريف اللي كان فيه. كل ما كانش تحريف في هذا الانمي كان غيكون من توب 5 انميات عندي. نعطيكم شوية ديال المعلومات عليه. هو تصنيف غموض بوليسي نفسي، والاستوديو اللي دار ليه الانتاج هو استوديو ماد هاوس، وهذا الاستوديو غنذكروه بزاف في هذا الفيديو. المؤلف هو سوجومي اوبا. واخا فيها تحريف ولكن كيبقى واحد من احسن الانميات اللي كان ضروري يكون معنا في هذه القائمه. دابا ندوزو للمرتبة 8، والانمي اللي غندوي عليه هو وان بانش مان. مؤلف المانغا هو وان، وهذا غير اسم مستعار ديالو، والاستوديو اللي دار ليه الانتاج ماد هاوس. القصه ديال الانمي ان سايتاما القرع عنده قوه خارقه لدرجه اي عدو طاح قدامه كيربحو، وديما كيحس بالملل حيت ما كاينش اللي يصبر على ضربه واحده منه، وكيحارب الاشرار لعل وعسى يلقى شي حد اللي يستحق يكون الخصم ديالو. ندوزو للمرتبة 7 وغنختار انمي هانتر اكس هانتر، ونعاود نقولها هذا الرأي الشخصي ديالي وكل واحد والرأي ديالو. انت تقدر تعطينا 10 انميات مفضلة ديالك في الكومنتير واللي ترشحهم لبنادم يتفرجوا فيهم. المهم نرجعوا لموضوعنا. هانتر اللي بسبب مؤلف توغاشي المعكاز عطيتو هذه المرتبة. واش انت عندك انمي اللي تقدر تنافس به انميات كبار وما باغيش تكملو؟ احداث الانمي باختصار هي غون بغى يولي صياد باش يلقى باه، تعرف على 3 الأصدقاء وبداو المغامرة ديالهم باش يوليو صيادين محترفين. واستوديو المكلف بنشر الحلقات هو نيبون انيميشن. في المرتبة 6 الانمي اللي ممكن يصدم بزاف ديال الناس حيت درتو في هذه القائمة، وبالاخص في المرتبة 6 الانمي هو هيلسينغ. والقصة ديال هذا الانمي منظمة بريطانية سرية سميتها هيلسينغ، والمهمة ديالها انها كتحمي البشر من مصاصي الدماء. وهاد المنظمة عندهم واحد مصاص دماء ولكن خدام معاهم سميتو اكارد. وهذا الانمي اللي عزيز عليه تصنيف الرعب يتفرج فيه. والكاتب ديال هذا الانمي هو كوتا هيرانو، والاستوديو المكلف بالانتاج ديالو هو استوديو جونزو. دابا غندوزو للمسكي، دابا غندوزو للمعقول زيرو السمطة وكابطي معايا. في المرتبة 5 عندنا انمي باراسايت من تأليف المانغاكا هيتاشي ايواكي، ومن اخراج استوديو ماد هاوس. وكيدوي الانمي على شينيتشي كان كيعيش حياته عادية مع والديه، حتى لواحد الليلة غتهبط شي مخلوقات فضائية للارض اللي سميتها طفيليات، وكيستحوذوا على الدماغ ديال البشر. وكان شينيتشي كيتمزك وداير لي زيات، جا داك الطفيلي بغى يدخل ليه من ودنيه باش يسيطر ليه على دماغه، ولكن حبسوه دوك لي زيات ولا مسيطر غا على يديه. دابا ندوزو للرتبة
4. وغندوي على انمي هجوم العمالقة المعروف لا يعرف. كنظن ما كاينش اللي ما تفرجش فيه، واخا كلكم عارفين القصة، ولكن غنقولها ليكون شي حد ما فرجش فيه. اولا هاد القصة من تأليف المانغاكا الواعر هاجيمي سياما. القصة ديال الانمي مجموعة ديال البشر كيعيشوا داخل 3 ديال الاسوار كبيرة كانوا كيحميوهم من العمالقة. والاحداث ديال القصة غتبدا ملي غيهجموا عليهم العمالقة وغيطيحوا السور الاول اللي سميتو سور ماريا. وهذا الانمي داروا ليه 2 استوديوهات اخراج، استوديويت ومابا. كان شدوا استوديويت في الاول ووقعوا شي مشاكل من بعد بينه وبين الشركه اللي شاده هذا الانمي، ولاو عطاوه المابا. ومن وجهه نظري انا لا رسم الشخصيات ولا التحريك جاني استوديويت احسن من مابا. ندخلوا دابا للطوب 3. يا ربي السلامه وصافي. الانمي الثالث اللي عزيز عليا هو انمي ناروتو. كما سمعتي ناروتو في المركز الثالث. صبر انا غنعطيكم السبب، ولكن قبل ما نعطيكم السبب نعطيكم شي معلومات عليه واخا كلشي عارفه. المهم انمي ناروتو من تاليف المانغاكا ماساشي كيشيموتو، والاستوديو اللي دار ليه انتاج هو استوديو بيرو. والقصه ديال هذا الانمي كتدوي على ناروتو اللي لقى راسو ملبود ومكروه من سكان القبيله ديالو اللي كلشي كيتنمر عليه بسبب الكيوبي اللي فكرشو. وباش يكسب الاحترام والتقدير ديال سكان القريه وما يبقاوش يتنمروا عليه، قرر يولي الهوكاغي. والهوكاغي كيكون هو قائد القريه وكيكون هو اقوى نينجا فيها. مزيان. دابا غنقول علاش حطيتو في هذه المرتبه. السبب الاول هو ان الانمي فيه ذكريات بزاف وما عندها حتى علاقه بالقصه، وبعض المرات نفس الفلاش باك كيتعاود بزاف بحال فلاش باك اوبيتو اللي الانمي كامل عباره عن فلاش باك اوبيتو. والسبب الثاني هو فيه فيليرات بزاف واللي ماشي مهمه وما عندها حتى علاقه بقصه الانمي، وهذا الشيء لا انا لا انت غنكروه. وثالثا موازين القوه اللي خسرات في الاخر، بالاخص في الحرب الرابعه. في الاول كان داكشي واعر كيفاش كيستعملوا التقنيات، كان داكشي زوين، ولكن في الاخر ولينا كنشوفوا كاميهاميها ديال دراغون بول. ولكن ما نكروش انه واحد من الانميات الواعرين اللي غتكون ضيعتي حياتك الا ما تفرجتيش فيه. ندوزو دابا للمركز الثاني اللي هو انمي بليتش، وتا هو غنقول السبب اللي خلاني نديرو في هذه المرتبه، ولكن قبل غنعطيو عليه معلومات. انمي بليتش من تاليف المانغاكا تايت كوبو ومن اخراج استوديو بيرو. القصه ديال الانمي كتدوي على ايتشيغو، طالب مدرسه عادي. واحد الليله هجموهولو على المدينه ديالو وهجم على دارهم. جات روكيا اللي كتعتبر شينيغامي، ولكن ما قدراش تربح داك الهولو وعطات القوه ديال الشينيغامي لايتشيغو. ومن ديك الساعه وايتشيغو مع الشينيغامي وكيحاربوا الهولو. ودابا ندوزو للسبب اللي خلاني نديرو في هذه المرتبه ويكون من المفضلين ديالي. السبب الاول انه فيه الشخصيه المفضله ديالي اللي هو كيوراكو، والسبب الثاني هو القتالات اللي فيه والتحريك من عالم اخر والاستاذ بزاف. كنعتبر هذا الانمي هو احسن انمي من حيث الاستاذ والشخصيات ديالو بزاف. جميع الشخصيات واعره تقريبا من غير انوي، وهذا الشيء غا شويه من بزاف. الا جيت ندوي على الاشياء الواعره في هذا الانمي ما غنسالي حتى الغدا، اي حاجه بغيتيها غتلقاها في هذا الانمي. ودابا ندوزو للمرتبه الاولى واحسن انمي عبر التاريخ، واللي واخا نعاود نفس هذا الفيديو يكونوا انميات جداد من بعد مليون عام، هذا الانمي مستحيل نحيدو من المركز الاول، واللي هو وان بيس. انمي وان بيس بالنسبه ليا ماشي مجرد انمي عادي، انما اسلوب حياه ولا روتين عندي. كل سيمانه كل نهار حد خصني نتفرج في ون بيس. والانمي الوحيد اللي فاش بديتو كنت كنتفرج في النهار واحد 20 حلقه وما يجينيش الملل. عالم ون بيس بالشخصيات الخياليه ديالو، وكل شخصيه واعره وعندها قصه ديالها. ون بيس اللي غتلقى فانز للشخصيات الجانبيه اكثر من الرئيسيه، وهذا دليل على ان الكاتب اودا كيعطي الحق حتى للشخصيات الجانبيه وما كيهملهاش. وحتى استوديو توي انيميشن بدع في هذا الانمي، واخا كاينين كيقولوا وان بيس فيه تمطيط، هي فيه تمطيط، ولكن عاجبني حيت كيما قلت ولا روتين انني نتفرج في وان بيس كل نهار وما يمكنش الملل اللي غيكون ملي يسالي هذا الانمي. سالينا من توب 10 دابا. كاينين انميات بزاف ما ذكرتهمش واللي عندهم فانز بزاف بحال كيميتسو بحال جوجيتسو ودراغون بول. ماشي انهم خايبين، وانما جوجيتسو وكيميتسو كان ممكن يكونوا من توب 20، انما دراغون بول باقي ما تفرجش فيه. داكشي علاش ما يمكنش انني نظلمو نحطو في شي مرتبه ما هياش. قل لي حتى انت 10 انميات عندك اللي عجبوك
الى عجبك الفيديو وبغيتش نبقى ندير بحال هذا النوع من الفيديوهات، دير لايك كومونتير زوين وبارطاجي مع اصحابك. نكملوا 200 متابع. وشكرا، تلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.